ياتي شكرا لعلي العزب. مباشرة ياتينا هذا الهدف الأول لليفاندوفسكي أمام اف سي نيورنبرغ. إمداد من جوتسا 1-0 وكلوب تنفس الصعداء. ثم كرة تنطلق، نقطة قوة دورتموند كالعادة، يأتي من الخلف والتسديدة من بعيد اصطدمت بالدفاع وغروسكويتس شق الملعب وسدد في المرمى. كان محظوظا، الكرة تغير مسارها. 2-0 لبروسيا دورتموند. بريمن فرايبورغ، بابيس ديمباسيسي سجل ثنائية. البداية في الدقيقة 7 لمصلحة فرايبورغ، لكن فيردر بريمن عدل عن طريق فريتس سجل هدفه الأول هذا الموسم. كليمنس فريتس بعده مباشرة يأتي هدف كلاوديو بيتسارو. 2-1 لفيردر بريمن نتيجة الشوط الأول. في الشوط الثاني بابيس ديمباسيسي ينفرد بصدارة ترتيب الهدافين، يسجل رابع أهدافه هذا الموسم في الدقيقة 48. في المكان المناسب السنغالي الممتاز بابيس ديمباسيسي. 2-2 فيردر بريمن بعد الخسارة في اللحظات الأخيرة الأسبوع الماضي مع ليفركوسن. ها هو ينتفض على فرايبورغ. أرناوتوفيتش يسجل 3-2. ثم التعادل شتيفان رايسينجر 3-3 في الدقيقة 84. ثم ضربة جزاء الدقيقة 87. آرون هونت أربعة مقابل 3 للفيردر. باير ليفركوسن الذي فاز في شتوتغارت بهدف شتيفان كيسلينغ، وانتصار مهم جدا لروبن دوت. فؤاد، انتصار مهم جدا كريم، خاصة أن شتوتغارت كان مرشح أنه يعني يفوز في هذه المباراة عطفا على أداء في المباراتين السابقتين. هوفنهايم ذهب إلى أوكسبورغ وانتصر بهدفين مقابل لا شيء. هدف بابل. ثم صاليحوفيتش أمام سيمونيانش، وثالث أهداف لصاليحوفيتش هذا الموسم.